هل تعلم أن حرب إيران مذكورة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة كعلامة من مجيء نهاية التاريخ الكبرى؟ بص، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم إسرائيل ضد إيران هتحول إيران لطور هايج. إيران لطور هايج أول لما قدرتها على إرسال الصواريخ لإسرائيل تبقى صفر، هتقوم بالقوات البرية على العراق وعلى دول الخليج، وهتتسبب في سقوط الامبراطورية الامريكية بحكم الشرق الاوسط. ازاي؟ امريكا قايمة على حكم الشرق الاوسط. لو عمت الفوضى ما بين العراق وسوريا ودول الخليج، الدول الاخرى هتدخل في الشرق الاوسط وكل واحد هيبقى عايز ينهب حاجة، فهتكون بسبب اللي حصل ما بين اسرائيل وايران الشرق الاوسط هيبقى ساحة من الفوضى، ساحة من الفوضى. عشان كده هتلاقي ترامب قبل ما يخش الحرب دي كان متردد، وان كان لسه ما دخلش الحرب دي قبل الفيديو، فانا بقولك هيخش الحرب دي. ترامب هيخش الحرب دي وهو متردد، لان بدخول الحرب دي هيتسبب في سقوط الامبراطورية الامريكية اللي قايمة على الشرق الاوسط. لان زي ما قلت لك، مجرد ما ايران تتحول لطور هايج بسبب الضرب اللي هتاخده، ترسل قواتها البرية، ضرب العراق، ضرب سوريا، ضرب دول الخليج، وبالذات دول الخليج دي منجم من الذهب. دول الخليج هتتجنن، عايزة الحرب دي تقف بأي طريقة، لأن عارفة إن بمجرد ما الحرب دي تتوسع، مجرد ما الحرب دي تتوسع، جبال الذهب اللي عندها هتكون منهوبة من 4 زوايا الأرض، هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. طيب الكلام ده بقى كله مكتوب فين؟ الكلام ده كله مكتوب في كتاب النبي دانيال في الصفحة رقم 8 من 2600 سنة. النبي دانيال ده نبي علوم النهايات، شاف النهايات. طب شاف النهايات ازاي؟ انا بقول لك كل رؤية مكتوبة في الكتاب ده عاملة زي الرؤية اللي شافها فرعون اللي فسرها يوسف الصديق، هتلاقيها فيها لغز. الرؤية في حد ذاتها لغز، واللغز محتاج حل، زي الاسم المطولة محتاجة حل. طب ليه الله قال للنبي دانيال عن احداث اخر 7 سنين في الارض او نهاية العالم في الصفحة رقم 8 اللي احنا بنبحث فيها دلوقتي؟ علشان يعرفنا احنا المؤمنين بالله ان الاحداث اللي بتحصل دي هي مقررة من السماء، او واخدة الضوء الاخضر من السماء، مش واخدة الضوء الاخضر من امريكا او من الصين او من روسيا او من اسرائيل او من ايران. لا، السماء عايزة تجمع كل شعوب الارض وكل جيوش الارض في الشرق الاوسط على طول نهر الفرات، لان الله نفسه ناوي ينزل. يعني ايه ينزل؟ ناوي يظهر للناس ويعلن ملكوته للناس. واقترب ملكوت الله، الله هيملك على الارض، يملك ملك سياسي حقيقي وش وكل وسائل الاعلام هتشوفه. فبيجمع كل 4 زوايا الارض، هم امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين، بسبب حرب اسرائيل وايران في الشرق الاوسط على طول نهر الفرات، علشان ينزل ويشارك في الحرب العالميه الثالثه اللي بتحصل دلوقتي. ينزل يشارك في الحرب العالميه الثالثه اللي بتحصل دلوقتي. طيب ايه اللي مكتوب في الصفحه رقم 8؟ النبي دانيال شاف رؤيا. الرؤية فيها كبش وتسم المعز بينطحوا بعضهم بعض. طبعا ده تعبير مجازي، الكبش ده ايران، تسم المعز ده اسرائيل، وفي ديوله كل الغرب الجماعي، وايران في ديولها كل الشرق. هينطحوا بعض في الشرق الاوسط. هما بدأوا ينطحوا بعض دلوقتي او يحاربوا بعض. بيقول لك ايه بقى؟ هنقرا نص الآية مع بعض. لو انت معاك جوجل، اكتب دانيال صفحة رقم 8 واقرا معايا، شوف كلامي صح ولا غلط، وابحث معايا. احنا بنبحث عن الحقيقة، يا بخت اللي بيبحث عن الحقيقة بيتحرر. بص يا سيدي، بيقول لك ايه النبي دانيال؟ رأيت كبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا. الكلام ده في الصفحة رقم 8 الآية رقم 4. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يديه، وفعل كمراداته وعظم. دي أول آية هنفسرها مع بعض. الكبش ده هو إيران، كان بينطح في سوريا وبينطح في العراق. يعني ايه بينطح؟ يعني بيخش الشعوب دي يبذر بينهم نهب وغنى ويحاول يسيطر على حكوماتهم، واليمن، ويحاول يعمل امبراطورية. فهنا ايه؟ الكبش ده ايران. يجي لتيس الماعز ده اسرائيل. وبينما كنت متأمل اذ بتيس من الماعز جاء من المغرب. خد بالك من المغرب، اسرائيل بتضرب ايران من الغرب، ومعاها كل الغرب الجماعي. هنا بقى الآية اللي جاية دي هي ضرة التاج في النبوة. بتقول لك جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. يعني إسرائيل جاية بضربة جوية، مش بضربة برية. دي ضرة التاج. اتنبأ عن الحرب الجوية من قبل ما تكون ب 2600 سنة. بيقول لك جاء على وجه كل الأرض
ولم يمس الأرض وللتيس قرن معتبر بين عينيه. التيس ده كل الغرب الجماعي، والقرن المعتبر بين عينيه ده إسرائيل. جاء ضرب إيران. إيه بقى اللي هيحصل بعديها؟ ورأيت قد وصل إلى جانب الكبش، يعني التيس اللي هو إسرائيل وصل إلى جانب الكبش اللي هو إيران، فاستشاط عليه وضرب الكبش، يعني إسرائيل ضربت إيران وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه. أنت شايف إن إسرائيل بتغلب دلوقتي إيران، وطرحوا إلى الأرض وداسوا ولم يكن للكبش منقذ من يده. أنت شايف كل الغرب الجماعي هتجر إسرائيل عشان يضرب إيران، ومحدش يعرف ينقذ إيران من يده. فتعظم تيس الماعز جدا، يعني الغرب الجماعي تعظم جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني الامبراطورية الامريكية هتبتدي تسقط. بيقول لك ايه؟ وعظم نحو الجنوب والشرق وفخر الاراضي وحتى الى جند السماوات، وبه ابطلت المحرقة الدائمة. الكلام ده بقى خطير قوي. مجرد ما الولايات المتحدة الامريكية تيجي لدعم اسرائيل عشان تضرب ايران، ايران زي ما قلت لك هتبقى زي الطور الهايج وتضرب العراق والخليج وتعم الفوضى في المنطقة. هتلاقي ان المنطقة دي سلطان امريكا عليها وقع، فهتلاقي روسيا والصين وكل كل دولة كبرى انتهزت الفرصة ولقت ان الفوضى عمت في الشرق الاوسط، فهتيجي عشان تدعم شعب او تدعم مجموعة عرقية او تدعم يعني اي ميليشيات هناك. فالشرق الاوسط كله هيتقسم. حلو الكلام. من هنا تعرف ان الولايات المتحدة الامريكية هي قايمة بسيطرتها على العرب وعلى الشرق الأوسط. حلو الكلام. فلما يتاخد منها الشرق الأوسط أو يتقسم الشرق الأوسط، إمبراطوريتها هتبدأ تتزلزل. فهيحصل إيه بقى؟ بيقول لك إن هتقوم حرب كبيرة بقى. أمريكا بقى عايزة تدافع عن هيمنتها بقى، عايزة تدافع عن هيمنتها. الحرب دي بقى مكتوبة فين؟ مكتوبة في الصفحة رقم 11 في كتاب النبي دانيال. كتاب النبي دانيال ده من 12 صفحة. احنا قرينا الصفحة رقم 8 وانت قريت معايا، كنت فتحت قريت معايا وشفت صدق الكلام. تعال بقى ننتقل للصفحة رقم 11. الصفحة رقم 11 يا سيدي فيها كلام خطير جدا. الصفحة رقم 11 بتقولك شكل الحرب دي بقى. ففي وقت نهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. الآية رقم 40 صفحة رقم 11. راجع ورايا. بيقولك في وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. هنا النبي قسم العالم نصين، نص اسمه ملك الشمال ونص اسمه ملك الجنوب. ملك الشمال وملك الجنوب. كان في إعلامي اسمه توفيق عكاشة كان بيقرأ في الكتاب ده بيقرأ فيه، فكان بيقول، كنت بسمع بيقول في البرنامج بتاعه ملك الشمال وملك الجنوب والشرق الأوسط كله هيخرب. هو فعلا بيتكلم صح، لأنه بيقتبس كلامه من كتاب النبي دانيال. عايز تعرف نهاية العالم اللي هتيجي في الشرق الأوسط، افتح كتاب النبي دانيال. لكن توفيق عكاشة ما استشهدش انه بيجيب كلامه من كتاب النبي دانيال، لكن انا بقول لك ان كتاب النبي دانيال مكتوب فيه كل نهايات العالم لو عايز تعرفها، ومتاح للجميع. متاح للجميع. انا ما باخدش منه وانسب لنفسي، لا، انا بقول لك ان الكتاب ده هو اللي قال الكلام ده. الكتاب ده هو اللي قال الكلام ده، وبفسر لك بالحقيقة تفسير مش هتسمعه في حتة تانية. التفسير ده بفسره لك مش بعلمي او بفهمي، ده بروح الله بفسره لك، بروح الله هو اللي بيديني الالهام اللي بقوله لك. المهم ملك الشمال وملك الجنوب قسم العالم نصين. ملك الشمال ده حلف شمال اطلسي الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، زي ما قلت لك تيس المعز اللي قلت لك في الصفحه رقم 8. ملك الجنوب ده ايران وروسيا والصين وكل دول الشرق وكوريا الشماليه هيجوا في الشرق الاوسط عشان يحاربوا بعضهم بعض. فبيقول لك ايه؟ وكثيرون من الدول يسقطون ويمد يده على الأراضي، وأرض مصر كمان لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر. يعني الشرق الأوسط هتعم فيه الحرب في كل حتة. واللوبيين اللي هم اللوبيين كمان، يعني شفت هتطول من إسرائيل وإيران لحد ليبيا، هتلاقي ليبيا فيها مشاكل دلوقتي. والكوشيين اللي هم السودانيين، السودان فيها مشاكل دلوقتي. يبقى الليبيين والكوشيين عند خطواته. وتفزع أخبار من الشرق دي معناها إيه؟ إيران والصين والدول باكستان. ومن الشمال اللي هي روسيا. فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال أطلس هيجوا في الشرق الأوسط يخرجوا بغضب عظيم ليخربوا وليحرموا كثيرين. وينصب فسطاطه بين البحور، يعني ينشر حملات الطائرات بين البحور. والكتاب ده أول ما نتنبأ عن حملات الطائرات من قبل ما تكون ب 2600 سنة. وينشر فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ ولا معين.
في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك. ميخائيل ده الملاك بتاع إسرائيل. عايز أفهمك إن كل دولة في فوقيها ملاك بيحكمها. ميخائيل ده الملاك بتاع دولة إسرائيل، والفرس في فوقهم ملاك، والمصريين فوقيهم ملاك. اللي الرؤساء بتاعتهم بتغير، الملاك ده ما يتغيرش. فبيقول لك إيه؟ في ذلك الوقت يكون ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، يعني إسرائيل هتقوم تضرب في كل المنطقة العربية. ويكون زمان ضيق لم يحدث منذ كانت أمة، يعني يكون زمان ضيق لم يحدث منذ كانت أمة، والوقت بيحصل دلوقتي على فكرة. في ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوب في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الإزدراء الأبدي، يوم القيامة الشهير. في الحرب دي بقى الله هينزل من السحاب ويقيم كل الأموات، ويلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض، ويديهم الملك على كل الأرض، ويطرح كل اللي رفضوه في بحيرة الظلمات. الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم، وهيكون يوم واحد كألف سنة، يوم القيامة الشهير. يوم لا طلع له نهار ولا نزل له ليل، هو يوم ده يوم الواحد، اسمه اليوم الواحد. يا بخت من دخل فلك نوح التاني واعترف بيسوع المسيح، ودخل فلك نوح التاني وآمن بالسيد المسيح، لأن هو ده فلك نوح. ويا ويل من رفضوا، يا ويل من رفضوا، لأن كل اللي بيؤمن بصليب المسيح وبقيامته من الأموات بيقوموا معاه من الأموات وبينول الحياة الأبدية. أما كل اللي بيرفض ابن الله يسوع المسيح لن يكون له حياة أبدية. ده ملخص كل الأمر، وده روح النبوة. فادخل فلك نوح التاني قبل ما تتقفل أبواب الرحمة. استعدوا للقاء إلهكم.